يتدخل ماسكيرانو مرة أخرى. إشبيلية يخطف الكرة ولعب جاميرو يتقدم يمر من جيريمي ماتيو. التحول ممكن جول. جول إشبيلية يسجل الهدف الأول. إكرونديلي يتقدم والخوف. أنا كنت أتحدث عن جيريمي ماتيو. أنت شوف شنو اللي صار، شنو اللي جرى في صناعة الجول، في صناعة الجول شنو اللي صار، شنو اللي جرى. يتقدم لاعب فريق اشبيليا. لاحظ اكيد قدامك لاحظ ان جيريمي ماتيو خلاص كلا تقدم منه وراح ياتيك الان راح خلاص كلا اكل خذ حول الكره مباشره الى إكرونديلي. وإكرونديلي يسجل الهدف الاول في المباراه. كرة جميلة وتخلص أجمل من لاعب فريق أشبيليا. ياخذ المدافع جيريمي ماتيو ويهيئ الكرة إلى إكرونديلي اللي يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة أشبيليا. ما حقق في مباراة اليوم لأن فريق أشبيليا اللي حقق الفوز الأول له في الليغا الأسبوع الماضي. أشبيليا في حالة هجوم آخر انتقلت إلى الأمام. الرأسية جول ثاني لأشبيليا. أشبيليا يسجل الهدف الثاني. برشلونة تلقى الجول الأول بدون ردة فعل من لويس انريكي. تلقى الجول الثاني الآن ولويس انريكي لا يحرك ساكنا. بعض الأحيان اللقطات ما تعجب المشجعين والأنصار. يا أخي أنت مش ممكن يا أخي راعي مشاعرنا في بعض الأنصار وحتى الأسبان يعني فيهم من العرب وفي ردة الفعل السريعة. أنت مش ممكن جالس حاط ريل على ريل وإحنا ناخذ جول ورا جول. مش ممكن. لاحظ أمامك الجول الثاني، جي الجول الأول ويجيك الجول الثاني وبالتالي إيبورا يتألق في مباراة اليوم. ولاحظ معاي الكرة اللي تحولت من ديلي وإيبورا. كرونديلي يتلاعبون في برشلونة بدون ميسي. إيبورا صنع الجول وضربة الجزاء المحتسبة وأمامك نيمار. ما في مجال لإضاعتها يا نيمار مثل ما ضاعت أمام لاس بالماس. نيمار ضيع أمام لاس بالماس. ما في مجال لإضاعة هذه الفرصة. نيمار وسيرخيو ريكو يتقدم. نيمار يسدد جول برشلونة يقلص الفارق. نيمار أضاع ضربة جزاء أمام لاس بالماس ولكن في هذه المباراة وفي وقت جيد الآن يقلص الفارق. لكن لاحظ تسديدة ساندرو. شوف شكل أداء فريق برشلونة تغير بعد مشاركة ساندرو، بعد مشاركة داني ألفيش اللي يميل للهجوم أكثر. ساندرو أمامك الآن اللاعب البديل يتسبب بضربة جزاء. داني ألفيش يتقدم